اهلا بيكم في الحلقه الاولى من كورس حضارات المصري القديم. النهارده هنتكلم عن اشهر ملك ومعروف في كل البلاد، الملك توت عنخ امون. معروف ان الملك توت عنخ امون مات وهو صغير، مات وهو عنده 19 سنه، والملك توت عنخ امون ما كانش عنده وريث. فاحنا النهارده هنتكلم عن الملك توت عنخ امون وايه اللي ورث حكمه بعد موته. بعد موت الملك توت عنخ امون كان عنده وزير اسمه الملك، اللي هو هيبقى ملك بس انا بضيف كلمة ملك، هيبقى اسمه حور محب. حور محب ده هتستغربوا من الاسم، هتقول ايه ده، انا حاسس ان انا سمعت الاسم ده قبل كده. طب ممكن يكون اسم ايه؟ هيبقى حور محب صحيح. ده حور محب اللي حكم مصر بعد الملك توت عنخ امون. تعرفوا ان الملك حور محب تولى الحكم بعد الملك توت عنخ امون؟ هو ده اللي حصل. بس حصل كروتين كده، 3 كوارث حصلت، لخبطت الدنيا وخلت الدنيا بايظه خالص. بعد موته جال حور محب عراف، قال له ايه رايك يا حور محب، ما تبقى انت الوريث، ما انت كده كده الوزير بتاعه، ما انت بتحمي بلدك كده كده. هو قال له تصدق فكرة حلوة. بعديها بقى بشهر او 3 اسابيع او اسبوعين، الله اعلم بقى، تولى هو الحكم وعمل معابد بقى ولوح وبتاع. نيجي بقى عند طحنية الملك توت عنخ امون. ملك توت عنخ امون يا عزيزي اتحنط في مقبرة زي ما احنا عارفين، مش احنا كل المقابر اللي عارفين، زي مقبرة خوفو، خفرع، منقرع اتسرقت صح، وفي ملوك تانية المقابر بتاعتهم اتسرقت. بعد كده بقى الملك توت عنخ امون اتدفن تحت الارض. اكتشفوه يعني في الميلاد، معرفش سنة كام، بس في الميلاد على ما اعتقد. بعد كده بقى لما اكتشفوها قالوا ازاي ده اذا كان اللصوص بيحاولوا يوصلوا توت عنخ امون بالعافيه ومش لاقيين جثته عشان هو تحت الارض. فبعد كده بقى هم بعد ما كان هو اتدفن بقناع ذهبي، ده يعني غالي جدا، يعني مش قيمته ان هو دهب، لا ده مش ده المهم. الاهم فيها انها تاريخية، بتعرفك ان كان في حضارة عظيمة بهذا الحجم الكبير العريق في مصر، اللي هي طبعا معروفة الفراعنة او قصدي القدماء المصريين حكموا 7000 سنة. حجمه 7000 سنة، يبقى أكيد في حاجات أثريات تحت التراب. فإحنا بقى في مقابر لسه ما اكتشفناهاش، وعرافين وبتاع ومش عارف. فهو بقى بعد ما اكتشفوه أول اكتشاف عظيم بقى، ده الأجانب أمريكا وعندك أستراليا وإيطاليا وفرنسا والمغرب وكل دول العالم عموما بالاختصار بيزوروا مقبرة توت عنخ آمون والقناع الذهبي بتاعه. مفيش حد ما زارش الأهرامات، أكيد الكل إن شاء الله لو راح مكتبة اسكندرية وشاف المومياوات، اللي عشان أنا روحتها مرة، شاف المومياوات وشاف الملكة تي ومش عارف. هنعمل حلقة برضو عن الملكة دي. وكده يكون محتوانا خلص، يا رب يكون عجبكم. باي باي.